السلام عليكم ورحمة الله. أفضل الأوقات يعيشها المشرفين والقيادات الحوثيين هي أيام المناسبات الطائفية، لأنهم يجنوا منها ويجمعوا مليارات. يعني اليوم من هم المرتاحين الآن؟ هم المشرفين والقيادات الحوثيين وأدواتهم فقط. أما بالنسبة للمواطنين هم الذي يدفعوا، ولازم المواطن أن يدفع. أصبحت المناسبات هذه أيام سوداء للمواطنين، أيام مؤلمة جدا يعني يعيشها المواطن عندما يسمع بأن هناك مناسبة للحوثيين. ومناسباتهم الطائفية يعني عددها كبير جدا طوال السنة، وعندهم مناسبات طائفية. يدعي الحوثي بأنه محاصر من ايش يا حوثي؟ والمشرفين اليوم الحوثيين والقيادات أصبحوا من الأثرياء، يمتلكوا العمارات والفلل والأراضي والشركات، ما يتعاملوا إلا بالدولار والريال السعودي. أما الذي يتعاملوا بالريال اليمني هم المرافقين حقهم. ولهذا نقول إن أيام فيها حوثي معدودة، ولن ينجو أحد منكم مارس الظلم بحق الشعب اليمني سيدفع الثمن وسيحاسب. كل من ارتكب انتهاك ضد المواطنين اليمنيين سيحاسبون. أيامكم قربت بإذن الله تعالى، لن تدوم ونقول عائدون وقادمون يا صنعاء بإذن الله تعالى. نطالب فقط الأحرار في اليمن وأبناء القبائل أن يتجنبوكم فقط، يتجنبوا حركة الحوثي. جلسوا في بيوتكم وارتاحوا واتركوا هؤلاء السلاليين. السلام عليكم.